هنجرب دلوقتي نستخدم الشفاط بتاعنا. احنا عايزين مثلا نشيل المكثف دوت. هنيجي هنا وهنيجي كده. تمام. وهنيجي ناخد الاتنين مع بعض. التصوير جايب كده. تمام. وهنلاقي ان المكثف هيطلع معانا بكل سهولة. تمام. موضوع بسيط خالص. اهلا وسهلا بكم محبي ومتابعي ومشاهدي قناة ابسط فكرة. النهارده هنتكلم عن جزء من او اداة من ادوات العدة اللي بنشتغل بيها، اللي هي شفاط الاسدير. شفاط الاسدير ده بنستخدمه لما يكون عندنا اي كارتة هنشتغل عليها في مكان دقيق مثلا او حاجة زي كده، ومحتاجين ان احنا نفور اللحامات دي او نطلع الاجزاء الدقيقة اللي زي دي. فبنيجي بالشفاط المفروض من هنا وبنسيح بالكاوية اللحام بتاعتنا كده، وبعد ما بنسيح الاسدير بنيجي بالشفاط ونسحب الاسدير علشان الجزء اللي بيتخلع بسهوله معانا، ما يبقاش ماسك وما يتعبناش في التشغيل نفسه. طب شفاط الاسدير اللي موجود او اللي معانا حاليا المفروض ان ده يعني يعتبر باظ وهيترمي، واحنا اتعودنا في القناه بتاعتنا او اتعودنا مع اصدقائنا وحبايبنا اصدقاء ابسط فكره، اتعودنا ان احنا دايما بنحاول نشوف ايه الحلول البديله، الحلول البسيطه اللي ينفع نعملها بايدينا في البيت، اللي مش مكلفه، اللي كلها في متناول ايدينا في كل بيت عندنا. تمام. النهارده احنا الشفاط ده المشكله دي فيه ايه؟ الشفاط ده التركيب بتاعه المفروض بيكون كده، دي فيه السوسته دي بتبقى راكبه هنا، والمفروض ده راكب كده، وزي ما احنا عارفين طبعا كلنا بنركب ده كده وبنضغط ضغطه جامده هنا لغايه ما السن ده بيمسك في الزرار ده. لما بنضغط على الزرار ضغطه جامده من هنا بيحصل عمليه الشفط بالشكل اللي احنا سمعناه ده. طب ايه المشكله اللي في ده؟ المشكله اللي في ده ان المسكه بتاعته نفسها هنا دي تعتبر يعني سايبه او بايظه او حصل فيها تآكل او مكسوره او زي ما هنسميها مع بعض. هنفهم الفكره بتاعتنا المشكله ايه عشان نعرف نفكر نعالجها ازاي. بصوا يا جماعه، المفروض ان ده لو نفتكر الفكره بتاعت اللمبه المسمار مش اللمبه القلاووز، هنلاقي ان هي بتركب بنفس الطريقه دي، ان بيبقى في سن بينزل جوه المجرى دي والمجرى دي، ولما ابتدي الف بيبقى السن ده بيعشق في الفتحه الاخيره دي. طب احنا لو بصينا مع بعض هنا هنلاقي ان الجزء ده هنا ما فيهوش اي بنوز، يعني البنوز اللي هنا خلاص اتاكلت مش موجوده. طب ده يترمي على كده، كل الاجزاء اللي فيه سليمه، مش متهان، مش مستخدم كتير، بس هو مرمي عشان خاطر العيب الوحيد ده اللي فيه. احنا النهارده هنفكر على الفكره البديله، ان ازاي نعمل له بنز يمسك مكان البنز الاصلي بتاعه اللي هو مش موجود او اللي هو متاكل. هنبص مع بعض ونشوف الادوات اللي موجوده في كل بيت عندنا، وهنشتغل بيها دلوقتي بالراحه واحده واحده مع بعض. الاول هنركب ده كده من غير السوست عشان نعرف نشتغل يبقى مرن معانا في السهوله وسهل. هنيجي هنا نشوف ايه برضو عشان حته فنيه، نشوف ايه المكان اللي فيه العصب اللي ماسك، وهنخلي البنز يكون مقابل للمكان اللي فيه العصب بتاع البلاستيك بالشكل ده. وهنجيب القلم بتاعنا، اي قلم ماركر عندنا، وهنعمل علامه بسيطه خالص هنا كده، وهنعمل علامه بسيطه خالص تانية الناحيه. يبقى احنا كده علمنا علامتين في المكان اللي احنا عايزين نعمل فيه البنز البديل او البروز البديل اللي هينفع من خلاله ان احنا نرجع الشفاط ده يشتغل بشكل كويس جدا. لازم نكون حريصين عشان هو البنز بيبقى في نهاية الشفة بتاعة الشفاط الاسدير نفسه. طيب هنجيب مسمار عادي خالص، المسمار اللي بيسموه شيشة أو مسمار سنارة أو زي ما بيسموه في كل مكان، طبعا ليه مسمى مختلف. وهنشوف المستوى اللي احنا عايزين ننزله في المكان دون، وهنيجي كده. وآخر الفيديو أقول لكم على حاجة جميلة برضو في التصميم بتاع الحاجة دي، وهنحاول نثبت المسمار بتاعنا بالمنظر ده. يبقى هنيجي هنا وهنقطع المسمار بتاعنا لغاية الجزء ده. هنيجي كده تمام. شايفين المنظر بتاعنا ايه؟
هنقطع المسمار التاني بنفس الكلام. انا دي بقربه هنا عشان مش عايز بس يطير ونبتدي ندور عليه تاني مع بعض. ادي المسمار التاني اللي احنا قطعناه، المسمارين بتوعنا بالشكل ده. هنمسك المسمار بتاعنا بالبنسة العادية او الزرادية العادية، وهنبتدي بكاوية اللحام. انا شايل السن منها وهبتدي اسخن المسمار ده للاخر. عشان وقت الفيديو طبعا انا هوقف تصوير وهستنى لغاية ما المسمار يسخن للاخر، وابتدي اركبه في المكان اللي احنا علمناه بالقلم الماركر مع بعض. وهنيجي كده ونكون حريصين واحنا شغالين ان احنا ما نطلعش لفوق بيه. وهنركب المسمار اللي احنا عملناه بالشكل ده، وهنكون حريصين ان احنا عدينا اللي هو الاطار بتاع الشفاط الخارجي ولمسنا او دخلنا في العصب الداخلي، بس بحيث ان احنا ما نلمسش السلاح المتحرك الستانلس دون. وهنيجي في التاني بنفس الفكرة اللي احنا عملناها، علشان وقت الفيديو برضو مش عايز اعطلكم معايا، هبتدي اعمل نفس الطريقه، اسخن وهوقف التصوير لغايه ما درجه المسمار دي توصل لدرجه حراره كويسه، وبعدين نركبه بنفس الطريقه دي ونكمل مع بعض التصوير. وركبنا المسمار التاني بنفس الطريقه دي. ممكن برضو في ملحوظه بسيطه، لو ما عندكش كاوية لحام بكل سهوله زي ما عملنا كده، وهتسخن المسمار ده بولاعه، بعود كبريت، على البوتاجاز، يعني اي وسيله تسخين. هنشوف الاول قبل ما نركب السوسته بتاعتنا. المفروض ان دي كده الاتنين يكونوا مقابلين لبعض، وكده لف بشكل جيد جدا، ربط بشكل جيد جدا. دي هتبقى عملية جدا عن الاجزاء البلاستيك اللي بتبقى موجودة. هنركب السوسته بتاعتنا. التصوير موضح هو قفل ازاي، وموضح الناحية التانية قفل ازاي. كده الشفاط هيشتغل بشكل جيد جدا ان شاء الله. لو بصينا كده طيب، هنجرب دلوقتي تجربة عملية. هنجرب دلوقتي نستخدم الشفاط بتاعنا. احنا عايزين مثلا نشيل المكثف دوت، هنيجي هنا وهنيجي كده تمام، وهنيجي ناخد الاتنين مع بعض. تصوير جايب كده تمام، وهنلاقي ان المكثف هيطلع معانا بكل سهولة. تمام، موضوع بسيط خالص. شكرا، واتمنى الفيديو يعجبكم. ولو الفيديو ده مش مهم بالنسبه لحد معين ما يزعلش مني، انا بتكلم ان بس الحاجه اللي في البيت اللي عندنا يفضل ان احنا نفكر هل دي ينفع ان احنا نستغلها تاني، ولا اي حاجه تبوظ نفكر نرمي على طول. لا، الحاجات في حاجات كمان بتبقى قيمه بالنسبه لنا، في حاجات بتبقى غاليه علينا، في حاجات بتبقى خامات قديمه غير اللي موجوده في السوق حاليا، فيفضل ان احنا نعمل لها صيانه ونستغلها افضل ما نشتري الجديد اللي بخامه اقل. كده ده اشتغل تمام، مفيهوش اي مشكله، هيفتح وهيقفل بكل سهوله. البنوز اللي احنا عملناها كده متل، هتبقى عمرها طويل، هتبقى غير البنوز البلاستيك اللي بتبقى جايه في الجهاز نفسه الاصلي. شكرا، واتمنى الفيديو يعجبكم، واللي الفيديو يعجبه يتكرم علينا ويعمل لايك، واللي مش مشترك معانا في القناه يا ريت يشرفنا بالاشتراك. اشكركم جزيلا، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.